هنعمل بقى النهاردة مع بعض قرص الأفران اللي هي محشية عجوة أو تمر. جميلة جدا جدا، ومن نص كيلو دقيق هتعملي الكمية الكبيرة دي اللي هي يعني 19 قرص، مش هنقول 20 عشان هما مش 20 بجد. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ تحفة ما شاء الله عليها، حلوة جدا. يعني تنفع فطار، تنفع عشاء الولاد، كده جميلة جدا. نصلي بقى على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا. معايا نص كيلو من الدقيق، كوباية مية دافية، نص كوباية حليب، ونص كوباية سمنة على زيت، الاتنين مع بعض. هنحط بقى باكت من الخميرة الفورية على كوباية المية الدافية، ومعلقتين كبار من السكر. وهنقلب بقى المية الدافية بالسكر مع الخميرة الفورية، وهنركنهم بقى على جنب دلوقتي، ونشوف بقى بقية المقادير بتاعتنا، بس نقلبهم كويس جدا. هنحط ربع معلقة صغيرة من الملح فوق الدقيق، وهنحط نص كوباية اللي هي سمنة على زيت، يعني ربع سمنة وربع زيت فوق الدقيق. وهنقلب بقى كويس جدا لحد ما الدقيق يشرب السمنة والزيت بتاعتنا، هتلاقي الخليط مرمل كده. هنحط بقى نص كوباية من الحليب، وهنقلب كويس جدا. المية الدافية يا جماعة مش هنحطها كلها هي والخميرة، يعني هنحط لحد ما العجين بتاعنا يتعجن ويبقى كويس تمام كده. احتاجنا تاني هنزود، علشان خاطر ممكن الدقيق، طبعا انتوا عارفين مش كله زي بعض، وفي دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق ما بيشربش السوائل، يعني علشان الخليط ما يبوظ مننا والعجينة تبوظ مننا. طبعا انا ما احتاجتش الكوباية كلها، خدت كوباية الا ربع كده تقريبا من المية ونص كوباية الحليب. طبعا العجينة كده ايه تمام اوي، اتعجنت وبقت كويسة جدا. هنحطها بقى على الرخامة كده وهنقطعها. طبعا ده كله من غير ما تخمر، احنا ما سيبناهاش تخمر، احنا هنخمرها لما نشكلها الاول. هنقطعها بقى كده علشان ايه؟ هنشكلها كور صغيرة كده، يعني حسب حجم القطعة اللي انت حابة تقطعيها. يعني انا ما حبيتش اقطعها يعني قطع كبيرة، علشان خاطر هي لما بتخمر او بتستوي كمان بيتضاعف حجمها. هنقطعها كور صغيرة كده، يعني هما قطعوا معايا بالظبط 19 قرصة، يعني نص كيلو دقيق قطع 19 قرصة. شايفين؟ انا بقى كده انا دهنه الصينيه زيت طبعا، وبدهن وش قطعه العجين زيت. ليه بقى؟ علشان انا هغطيها دلوقتي بكيس من التلاجة كده، كيس من اكياس التلاجة، يعني انا قطعه نصين كده علشان خاطر وش العجين ما يشققش مننا او ينشف مننا. هسيبها بقى كده ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه. طبعا الجو حر جدا، يعني هي تقريبا خمرت شويه، بس احنا طبعا ما بنسيبهاش تخمر. هنجيب بقى قطعة العجين. شفتي القطعة لما احنا حطيناها في الصينية كده، اليمة اللي تحت دي هي اللي تبقى فوق، يعني اللي هتضغطي عليها كده زي ما انتي شايفة كده. وبرضو نصيحة مني، ما ترقهاش قوي، يعني ما تضغطيش عليها جامد زي ما انا ضغطت كده، علشان القطعة تطلع معاكي تخينة بتبقى احلى، يعني سمكها تخين احلى. دي طبعا العجوة بتاعتنا انا بشكلها صباع زي صباع الكفتة كده، وبضغط عليها ضغطة علشان خاطر تبقى مفرودة شوية كده، وبحطها في نص العجينة تقريبا أو في نص قطعة العجين. شايفة بقى أنا بعمل إيه؟ لميت قطعة العجينة دي على قطعة العجوة وقلبتها كده، شايفة؟ هو كده بالظبط. وهنركنها بقى دلوقتي لما نخلص الكمية كلها اللي أنا فرداها دي، وبعدين هنضغط عليها. برضو ما نضغطش عليها كتير علشان خاطر ما تبقاش رقيقة، يعني انا كنت عايزة قطعة القرصة دي تبقى تخينة شوية عن كده، بس انا حطيت في دماغي بقى ان هي لسه هتخمر وهتعلى وكلام من ده وهتكبر اكبر من كده. ماشي، انا بضغط عليها بقى كده. بس كده يا جماعة خلصنا القرص بتاعتنا، ما خدتش ساعة بالظبط وكنا مخلصينها، جميلة جدا ما شاء الله. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنجيب السكينة بقى ونقطع الوش بتاع القطعة القرصة كده زي ما انت شايفة، ما نوصلش للآخر، يعني علشان خاطر بيبقى شكلها حلو ظريف زي ما انتوا شايفين كده. ما نوصلش لآخر القطعة يا بنات علشان مش تبوظ مننا. هنجيب بقى بضاية، طبعا الصينية دي اللي انا حطيت فيها القرص مدهونة دهنة من الزيت، بضاية عليها رشة فانيليا ومعلقة كبيرة من الحليب او اللبن، وهنضربها بالشوكة كده علشان ندهن وش القرص بتاعتنا. بتديها لون ذهبي جميل جدا، وما يبقاش فيها زفارة ولا فيها اي حاجة. ممكن تحط معلقة خل صغيرة كمان، ما بيبقاش فيها ريحة بيض ولا اي حاجة خالص.
هندهن بقى وش القرص بتاعتنا. طبعا ده كل القرص لسه ما خمرتش. احنا بقى هنولع الفرن دقيقة بالظبط ونفصله ونحط بقى الصينية كده تخمر براحتها. طبعا انا عاملة صينية تانية صغيرة فيها كام قطعة، 6 قطع تقريبا. طبعا كده خمرت القرص وسويناها على درجة حرارة، أعلى درجة حرارة في الرف الوسطاني، ومن غير ما نولع الشواية بتستوي بتبقى زي ولو الفل. احمرت من تحت ولسه ما احمرتش من فوق ممكن تولع الشواية يعني كام ثانية كده علشان تاخد اللون اللي انت حباه. شايفة طريقة وجميلة ازاي؟ طريقة جدا وحلوة جدا جدا. طبعا لما تبرد بنحتفظ بيها في كيس بلاستيك علشان خاطر ما تنشفش مننا. جميلة جدا ما شاء الله عليها، وطعمها حلو قوي قوي وشكلها ما شاء الله. يعني نص كيلو دقيق عملنا 19 قرصة من بتاعة الأفران. شوفي انت بقى بتشتريها بكام دلوقتي، وما تكلفتش حاجة خالص، يعني كله من البيت. شوية الحليب اللي انت حطيتيهم دول اللي هم نص كوباية ممكن تعجني بمية خالص من غير اي حليب. تمام كده يا بنات؟ ما شاء الله عليها حلوة جدا. جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.